انا مش متخيل ان حجم ولايه تكساس اللي في امريكا قريب لحجم دوله زي دوله مصر، اللي هو تكساس 700,000 كيلومتر مربع، انما مصر 990,000 كيلومتر مربع. تخيل ان على 700,000 كيلومتر مربع دول عايش 30 مليون بني ادم متوزعين عليها كلها، انما في مصر 990,000 كيلومتر مربع عايش عليها 110 مليون ويمكن اكتر كمان. ده التعداد الرسمي بتاعها يعني. في الفيديو ده هقول لك واوريك كل حاجه عن تكساس، وهقول لك ليه لو جيت امريكا لازم تيجي وتعيش في ولايه تكساس. ظبط حالك كده، نخش بالانترو وبعدين نكمل. يلا بينا. طبعا موضوع احسن ولايه ده فيه خلاف كبير قوي، يعني اسال اي حد كده ايه احسن ولايه في امريكا هتلاقي اجابه شكل من كل واحد، بس انا هديك اجابتي واقول لك اسبابي ليه انا حابب تكساس اكتر. نرجع بقى لتكساس، وهي تاني اكبر ولايه في امريكا بعد الاسكا. الاسكا اللي هي كلها تلج والكلام ده كله، تكساس تيجي تاني اكبر ولايه بعد الاسكا. بس انا في الكلام على تكساس هقسم الموضوع على مميزات وعيوب، فيلا نخش في الموضوع على طول عشان ايه نلف ونتفرج. شمس عمتني. تعالوا نقول اول ميزه معانا بقى، هي هتهمك انت كمان كشخص عربي مسلم عايش هنا، هي فكره ان الجاليه العربيه والمصريه عموما هنا في تكساس كتير جدا جدا. انا عايزك تتخيل معايا ان في ولايه تكساس بس في اكتر من 300 مسجد، واحد منهم هو المسجد اللي ورايا ده اسمه مسجد اللي ده واحد من المساجد الموجوده، ده جنبي هنا. وخلي بالك 300، يا لهوي على الشمس، 300 جامع بالنسبه لدوله علمانيه اغلب اللي فيها اصلا مسيحيين، فده رقم كبير يعني ما تستهونش بيه. بس فالفكره دي بتساعدك انت كشخص مغترب اساسا ان انت تبقى قريب من دينك، من ثقافتك، من ناس تتكلم نفس اللغه بتاعتك، من ناس شبهك. ده بيريحك انت نفسيا كمغترب عايش في دوله غير دولتك يعني. تاني ميزه وهي التنوع الثقافي، يعني هوريك. يعني عندك اول حاجه مطعم ياباني، مطعم هندي، وعندك مطاعم صيني وكمان فيتنامي. عندك مطعم عربي زي ابو عمر حلال اهو، جايرو وشاورما وفلافل وكل اللي انت عايزه. عندك المكسيكي كاسادية، تاكل اللي انت عايزه بقى. واخيرا ومنطقيا المطعم الامريكي، اشهر مطعم ماكدونالدز. كمية مطاعم من كمية دول حاجة مش هتلاقيها الا في تكساس. شايفين الصورة اللي قدامكم دي لما كنت في الهاي سكول او المدرسة الثانوية هنا في تكساس. كمية الجنسيات اللي في الصورة دي مش طبيعية، يعني عندك مصري، الماني، مصري تاني، اثيوبي، مكسيكي، باكستاني، مغربي، امريكي، باكستاني، مغربي، من الكونغو او حته في افريقيا مش فاكر كان منين، ده اخو الباكستاني اللي هناك. عندك ده من الكونغو اللي تحت، ده من بولندا، ده من ازبكستان، ده من الهند، ده من الارجنتين، وده من المغرب. فكميه جنسيات في صوره واحده، انت متخيل ان كل الجنسيات دي موجودين في مكان واحد؟ فتخيل تاثير ده عليك عموما في نشأتك وشخصيتك، وكميه المعلومات والثقافات اللي هتتعامل معاها، كل واحد بخلفيه ودين ومعتقدات وثقافات واكلات وليله. طبعا معظمهم بيبقى مولود هنا ولكن متربيين من اب وام هم اصلا كانوا عايشين في الدوله الدنيا دي، فبيتنقل لهم الكلام ده كله، بيتنقل لهم الثقافه بتاعت بلدهم الاولى وكل الكلام ده كله. فالكلام ده مش هتلاقيه في ولايات كتير، وفعلا ده من اكتر الحاجات اللي بتميز تكساس، انها عندها كميه جنسيات وكميه ثقافات هتقابلها في الولايه دي ممتعه بجد. شايفين الوز ازاي يا جدعان؟ حر طليق ياكل من خيرات ارض ربنا ازاي. الفكره دي انا مش متعود عليها الصراحه، يعني انا من صغري لما بشوف الوزه بجوع، اللي هو انا شايف الوزه دي مشروع بيكبر عشان لما هيكبر هناكله، مش يتساب طليق كده يطير ويعمل اللي هو عايزه. المهم تالت ميزه وهي الجو يا جدعان. الجو بتاع تكساس يعتبر شبيه للجو اللي في مصر، اللي هو في الصيف بيبدا الثلاثينات ل 37 38 لحد 40، وفي الشتاء مختلف عن مصر شويه، اللي هو بيبقى 10 12 8 في الحدود دي. واول 10 ايام من شهر فبراير لازم ننزل تلج في يومين 3 ايام فيهم، بس هو يومين 3 ايام وبيروح لحاله بيسيح بعد كده. واللي بيحب التلج من غير ما يشوفه فاحسن لك ما تشوفوش، انت هتفرح بيه اول ما ينزل والتلج يبقى جميل والتلج وبتاع، ولكن العذاب والسواد اللي انت هتشوفه بعد بقى ما ينزل ويقعد وحالك اللي هيقف والدنيا اللي هتقف حواليك، فدي حاجه ثقيله وانا ما بحبهاش، انا بكره التلج. فربنا يكون في عون الناس اللي الولايات عندهم معظم اصلا السنه بيبقى تلج. انا عن نفسي انا ممكن اموت هناك، يعني ما اعرفش اعيش. فميزه تكساس بقى ان هي معتدله في جوها، لا بيبقى حر اوفر ولا بيبقى ساقع اوفر، حاجه كده في الوسط وايه بتدلعك يعني. رابع ميزه بقى انا شايفها هي التنوع الجغرافي، يعني مثلا عايز جبال هتروح على ويست تكساس، عايز بحر هتنزل تحت على ساوث تكساس عند هيوستن وجيلفستون والكلام ده كله، عايز صحراء وانت في طريق لاريزونا هتقابل صحراء زي ما انت عايز مثلا زرع وخضار دي هتلاقيها في كل حته في تكساس. فالتنوع ده مش موجود في ولايات كتير، انك تلاقي كل الحاجات دي في ولايه واحده مش كتير. وكمان موضوع ان الزرع والخضره قدامك معظم السنه، مش زي ولايات تانية مثلا بيبقى فيها التلج بقى والكآبه والكلام ده كله، فدي حاجه بتريحك انت نفسيا، يعني انك تشوف الدنيا خضراء حواليك والشجر منبت والكلام ده كله، دي حاجه بتريحك. يعني زي ما انتم شايفين كده احنا دلوقتي في 5 فبراير اللي هو في معظم اصلا الدول الدنيا ساقعه تلج، والدنيا هنا في تكساس الشمس طالعه والسما صافيه
والليك زي ما انتم شايفين. موضوع الليكس ده منتشر في امريكا كتير، الصغيره والاكبر من كده كمان موجود كتير جدا. ففكره ان الخضار موجود قدامك، الزرع والجو حلو، الجو دلوقتي حاجه و20 مش ساقع ولا حر، اللي هو الجو الربيعي، ف دي حاجه بتريحك انك تبقى في فبراير الناس كلها لسه التلج عندها بيبهدلها وانت عندك المنظر ده كله قدامك. فدي يعني هي دي الميزه في الجو، هي دي الميزه في التنوع الجغرافي. خامس ميزه في تكساس انا شايفها هي تنوع الشغل والفرص. عندك فرص كتير، ودي حاجه كويسه لينا احنا كمهاجرين، ومش هتلاقيها في ولايات كتير هنا. يعني مثلا في ولايات مشتهره مثلا بالزراعه والفارمنج، اللي هي زي نبراسكا، معرفش اديهو، الولايات دي الزراعيه دي كلها مشهوره بالزراعه. فانت بتلاقي مثلا كل ولايه مشهوره بالمجال اللي هي مشهوره فيه. انما في تكساس الموضوع مختلف، في فرص وتنوع كبير جدا في الوظائف، وعندك خيارات كتيره في المجالات اللي انت ممكن تخش فيها وتبدا فيها كارير او ايا يكن. من اعلى مجال عندك اللي هو مجال التك والتكنولوجيا والكلام ده كله، لحد بقول لك الزراعه، ان انت تبقى مزارع او ايا يكن الحاجه اللي انت مخطط ليها، الحاجه اللي انت مخطط تعملها. فانا شايف ان دي ميزه جميله جدا جدا بالنسبه لنا احنا كمان كمهاجرين، ناس من بره الدوله دي اساسا. سادس ميزه، ودي ميزه جميله قوي 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 قوي، ان انت هنا في موضوع الضرايب ما بتدفعش حاجه اسمها الستيت انكم تاكس. تكساس من التسع الولايات الوحيدين اللي ما بيدفعوش حاجه اسمها الستيت انكم تاكس، هو بس اللي بتدفعه كل سنه هي الفيدرال تاكس. الفرق بين الستيت انكم تاكس والفيدرال انكم تاكس ان الفيدرال دي بتروح للحكومه الفيدراليه الامريكيه، انما الستيت انكم تاكس دي بتروح لحكومه الولايه. فاحنا هنا تكساس ما بتدفعش، ومعاها 8 ولايات اللي هم الاسكا، نيفادا، فلوريدا، تينيسي، واشنطن، وساوث ديكوتا، ونيو هامشير، وايمونج. ولايتين كده اول مره اشوفهم في حياتي يعني. بس دول الثمان ولايات ومعاهم تكساس ما بيدفعوش حاجه اسمها ستيت انكم تاكس. انما اي ولايات ثانيه غير التسعه دول فاعتقد ان هم بيدفعوا فيدرال وبيدفعوا ستيت تاكس. فدي ميزه يعني انا شايفها حلو ان انت ما بتدفعش ستيت تاكس. سابع ميزه انا شايفها هي الاسعار مقارنه بنسبه الدخل بالنسبه لولايه تكساس. انا شايف ان الدخل اللي انت هتعمله من شغلانتك حتى لو ما كانتش شغلانه عاليه جدا جدا هتوفر لك مستوى رفاهيه كويس، بحيث انك تعرف تاكل احسن اكل، تشرب احلى شرب، وتعيش حياتك الطبيعيه حياه كريمه جدا وفيها نسبه صغيره من الرفاهيه. يعني عشان تفهم الموضوع اكتر، انا عملت قبل كده فيديو اشتغلت فيه اوبر ايتس لمده ساعتين وقلت عملت منه فلوس كام. بعديها خدت الفلوس اللي انا عملتها من شغل ساعتين وطلعت على سوبر ماركت في فيديو تاني، وبدات ان انا اشوف بشغل الساعتين ده اقدر ان انا اجيب ايه من السوبر ماركت ده. فلو اتفرجت على الفيديوهين دول هتفهم انا اقصد ايه كويس. الخلاصه ان الدخل او الفلوس اللي انت تعملها هتظبطك وتكيفك بطريقه معقوله يعني، عكس ولايات تانية طبعا اللي هي الدخل ما بيبقاش مكفي وعلى الحدود بالظبط، واشهرهم طبعا كاليفورنيا معروفه يعني. طبعا في مميزات كتيره قوي قوي في دماغي، بس انا مش عايز الفيديو يطول قوي، فنخش على العيوب بقى. العيوب بقى عشان نبقى ايه حقانيين ونراعي ربنا في الفيديو بتاعنا. اول عيب وهي ان المساحات بين المدن وبين الاماكن اللي انت هتحتاج تروحها في يومك الطبيعي كبيره جدا، وده هيؤدي ان انت طبعا هتحتاج مواصلات، نقل ومواصلات وكده، مثلا قطر، مترو، اتوبيس، توك توك، اي حاجه. فين بقى المواصلات؟ مفيش. نادرا لما تلاقي حته بتوفر لك مواصلات من حته للحته اللي انت عايز تروح. يعني مش من عندي من البيت هقول هطلع على اول الشارع اركب مثلا الاتوبيس اللي جاي او محطه المترو اللي هنا او محطه القطر، الكلام ده مش موجود. فده بيؤدي ان العربيه بتبقى حاجه ضروريه مش حاجه رفاهيه في حياتك. يعني ما بتبقاش حاجه رفاهيه انك تجيب عربيه، دي حاجه ضروريه لازم تكون معاك عشان تعرف تمشي دنيتك. وخلي بالك عشان الناس لما بتشوف حد مثلا معاه عربيه في امريكا كده يقول لك الواد ده مستريح والواد ده ما اعرفش ايه. لا، هو مش مستريح، هي حاجه ضروريه هو لازم يجيبها يعني، دي من اساسيات الحياه بتاعته. وسعرها ما بيبقاش غالي عشان تحطها في موضوع ان هي رفاهيه. سعرها مثلا بيكون يعني انت لو معاك مثلا 4 5000 دولار تقدر تجيب عربيه كويسه، عربيه كويسه بموديل مش قديم قوي، وتعرف تجيبها وتسوقها وتظبطها وتدمر بيها حياتك. فالعربيه مش علامه هنا على ان في غنى مثلا او الشخص ده مستريح او ياكل، لا دي ضروره لازمه لان هو مش هيعرف يتحرك من غيرها. عيب برده موجود وبيحصل هنا اعتقد مره او مرتين في السنه عموما وما بشوفوش وما قريب مني، لما بيحصل في اماكن في تكساس كتير بهدله، هي موضوع الاعاصير والتورنيدو والهيركنز والحاجات دي كلها. ايوه الاعاصير اللي بتدمر دي، اللي هي بتكسر بيوت وبتشيل شجر وعواميد نور والكلام ده. اكيد انت سمعت قبل كده عن اعصار جه دمر مثلا داون تاون، دمر مدينه بكذا بيت والكلام ده كله. ايوه زي ما انت شايف كده، غساله شغاله ايه تلف على البيوت تشيلها وبتبهدل الدنيا زي ما انت شايف، والخراب اللي بيجي بيه الاعصار. فنصيحه ليك تجنب بس تعيش في الحتت دي، انما عيش في الحتت الباقيه ما بيبقاش فيها اعاصير كتير. ومعظم الاعاصير اصلا بتيجي في حتت ما بيبقاش فيها سكان، ولو قربت للسكان بقى بتبقى خبر وليله كبيره والكلام ده كله. فانت لما تيجي دور على الحتت اللي ما فيهاش، وزي الحته اللي انا فيها اللي هي دي اف دبليو وارلينجتون وما اعرفش الحاجات دي كلها، المنطقه دي ما بقاش اعصار الا فيها مره مثلا
مره في السنه مرتين في السنه، وبيبقى بعيد يعني، بيبقى صغير مش الكبير اللي هو بيدمر تدمير شامل يعني. بس حبيت في الفيديو ده اعبر عن شويه حب من اللي في قلبي لولايه تكساس. طبعا انا عارف الناس بقى تخش تجيب لي ولايات تانية، واللي هيشتمني واللي يقول لي يا عم دي اللي فيها العيوب كذا والعيوب كذا، ولكن انا عن نفسي انا شايفها من احسن الولايات، وفعلا فعلا انا بحب تكساس. بس ما تنساش انك تعمل لايك، لانه فعلا فعلا بيفيد الفيديو وبيفيد القناه برضو. الحمد لله القناه بدات تكبر شويه، وصلنا 4000 حاجه زي كده، 4100، فباذن الله نوصل ل 10 قريب باذن الله. فما تنساش ان انت لو مش عامل سبسكرايب تعمل سبسكرايب، لان اليوتيوب دايما بيبعت لي الاحصائيات مش عارف 60 50% من اللي بيتفرجوا عليك ما مش عاملين سبسكرايب، فلو انت واحد منهم يا ريت يا ريت يا ريت انك تعمل سبسكرايب. بس ان شاء الله اشوفكم في فيديو جاي، يلا السلام عليكم.